السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في نهار جديد. تحية جديدة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. تحياتي متابعينا وزوار قناة كمال فلوجيو الأوفياء. شكرا على الدعم ديالكم. تحية للمتابعين ديالنا كيدعمونا داخل وخارج أرض الوطن. ما نساوش كذلك متابعينا من الوطن العربي. شكرا لكم بزاف، وما تنساوش كذلك الاشتراك في القناة. بغينا نوصل القناة 50 كا الاشتراك في القناة، وكذلك تعليقكم واللايكات تهمنا. ما تنساوش اللايكات. فغادي ندخلوا في فقرات هاد الفيديو. غادي نتكلموا اولا على الشفوره مسكينه اللي توصلت بواحد الخبر صراحه شفتو في اللايف ديال بنتها، ان الاخت فتيحه المغربيه الملقبه بالشفوره واللي مؤخرا تم الحكم عليها في قضيه اهانه منظمه، هيئه منظمه بست شهور. طبعا انه من بعد التحليلات اللي دارت ومن بعد الكشوفات الطبيه تبين انها مصابه بالسرطان. الله يشافيها ويعافيها يا رب العالمين، واكيد كل التضامن معها ومع البنيه ديالها ومع العائله ديالها. وان شاء الله لنا موعد في هذا الموضوع، غادي نتكلموا في هذا الموضوع وغادي نديروا داكشي اللي في جهدنا من اجل التضامن مع العائله والاخت فتيحه الشفوره. الان غندخلوا الموضوع ديالنا اللي هو لبنى والاستاذ نوري وكذلك الكسول. اللي كما شفتوا البارح انه طلع في اللايف من بعد ما اتصل مباشره عبر الاثير بالاستاذ النوري. الاستاذ النوري ما كانش عارف راسه في اللايف. وطبعا هنا غادي نوضح بعض النقاط ونوضح بعض المعلومات. انا تنهضر نيشان، انا المتابع خصو يعرف كل شيء من الاخر. هذه هي الحقيقه، المتابع خصو يعرف هاد الحاجه، خصها تعرف، خصو يعرفها. باش انت غتبقى دير هكا انا غادي نجيك من اللور وانا غادي نجي نقول الحقيقه شنو كاين والنفاق اللي استعملتي. لا انت لا خالتي بانوراما وانا لكم بالمرصاد في اي ملف، في اي ان نتوما خاص نتوما دير بحال شي سوسه كتدخلوا شي ملف، كتشتتوا بنادم، كتشتتوا العائلات، ما عندكمش غرض، ما عندكم ضمير، ما عندكم حتى شي حاجه. ما علينا الخوت. السيد اتصل بالاستاذ النوري في المباشر. الاستاذ النوري ما عرفش راسو. طبعا من عرف راسو الاستاذ النوري انه في اللايف سولو. منين سولو انه في اللايف يعني راه حشى ليه واحد الهضره، قال ليه واش بغيتي نمشي معاك غدا للجلسه ديال زينب بنت الشعب. اذا ها هو فرشو. النوري ماشي غبي الاخوان المتابعين ديالنا باش قال ليه هذا الشيء. اذا عرف انه راه راسو في اللايف وقال واش بغيتي نمشي معاك على قولة الله اكبر، واش بغيتي نمشي معاك غدا الجلسه ديال زينب بنت الشعب بمدينه الخميسات. اذا ها انت تفرشتي. اولا هذه فرشك باش مره اخرى تعلم انك تطلعوا بدون ما تعلموا. ثاني حاجه اخرى، من بعد ما ضحكت عليه لبنى وكانت الاخت ابتسام نوفا كذلك ضحكت عليه انها راه كانت مع الاستاذ في البيرو. وطبعا الاستاذ من حقه انه يجاوب اي واحد كتبقى عنده علاقات الخدمه ديالو هذيك. فالسيد ما تسرطاتش ليه فشنو غادي يدير غيطلب من واحد السيد اللي كينوب عليه انه يتصل بالاستاذ النوري يجي يشوفوه كذا، راه في مكناس بحكم ضيف وكذا وكذا. السيد فعلا غيجي، غادي يمشي تيجري هو، غادي يطالبوا باش يدير معاه واحد الصوره زعما باش يفقس لبنى غير مراه. لبنى عندها مشكل ديالها اكيد، مشكل ديالها. من حقها دير النوري، من حقها دير اي واحد. غادي نناقشوا مجموعه من الامور. الان فرشتك شويه، غادي نزيد شي حوايج اخرين. لان من كنسمع انت يا الكسول كتخرج انت اللي كتقول للناس ولا كتقول الاستاذ النوري راه قلت ليه، وياه كتقول ليه تيقول لك تيدير لك خاطرك، ولكن هو عارف. ما يمكنش انت ما مخلصش واحد الاستاذ واللي في اموال صحيحه لما كان تينوب عليك وانت خرجتي. ما غاديش نقول داكشي اللي كتقول انت خرجتي وما بقيتيش يعني ما بقيتيش مشدود. طبعا خرجتي وحكمت المحكمه ودازت عليها مده والى الحدود الان ما عطيش فلوسه. غتقول لي كذا انت كتهضر من فراغ كذا من هنا، انا غتحداني وانا معك.
ما عطيش السيد فلوسه، ما مخلصوش، وفلوس ماشي غير شي حاجة قليلة أو لا، فلوس يعني الأتعاب ديالو ما وصلوهش، وكتصل بيه باش أنك تنبهو من لبنى أنها نصابة غتنصب عليك ما غتخلصكش. لا، احشم شوية صاحبي، ما كتحشمش وخلصها بعدا انت الأستاذ النوري. عاد شوف لبنى، عاد شوف لبنى بينها وبينه، لأن هاد الشيء تمارس في أرض الواقع من بعض الزملاء، وقال لهم اودي أنا راه شاد فلوسي، هذاك الشيء اللي درت اللي يعني اللي راني يعني كنت معاها في التقديم، راه شديت رزقي. الآن مازال ما حاطش الإنابة ديالي، مازال ما تفاهمناش حتى نتفاهموا. فكيفاش انت كتكلم على الصينيه كتقول باسم الاستاذ النوري، وانا مثلا دروباله دارت الصينيه اللبنه السريعه، انها ملي غتجمع ليها الفلوس لبنى هي اللي غتقرر ديك الساعه. ديك الساعه لبنى تشد الاستاذ النوري، تشد الاساتذه بزاف كاينين ما غاديش نهضر لان مادام كنتكلموا على الاستاذ النوري، تشد اللي بغات هي، المحامي اللي بغات غتختارو، ماشي بالضروره الاستاذ النوري، ولكن هي مشات عند الاستاذ النوري. بزاف الناس شافوها البارح هي وابتسام نوفا، خصوصا من خلال الصوره بزاف ديال الناس خرجوا كيكركروا، منهم خالتي بانوراما اللي دارت واحد البوست. شوفوا الكلاخ الخوت، شوفوا الكلاخ. هي ما عارفاش دابا واش الاستاذ النوري كيتسال شي فلوس جابتهم ليه لبنى، واش سمعوا مزيان شنو كنقول، واش شي حاجه اخرى، واش شنو كاين تما. قالت لك سمعوا باش تعرفوا الكلاخ، وكتعاير المتابعين بالكليخ. يعني دابا مثلا انا لا غدا شفتوني مع النوري، اذا انا راه شديت النوري في شي قضيه او لا شيء من هذا القبيل، ماشي انه راه كيتسالني فلوس مثلا في التقديم مازال ما عطيتهمش ليه لان ما جبتش معايا الفلوس، او لا ما كانوش واجدين، او لا عندي شي قضيه اخرى، او لا عندي شي استفسار اخر، او لا انا جيت ودرتها فرصه باش انني نكون مع الاستاذ النوري انا والاخت ابتسام، نستشر معاه بزاف ديال الامور ونشوف نتفاهم معاه الا كان غادي يكون معايا في الجلسات او لا غينوب عليا في الجلسات ولا ما غينوبش. فسمعوا خالتي بانوراما دارت واحد البوست البارح 18 ساعه دابا، قالت الحمد لله صوتنا وصل، والسريعه شدت الاستاذ النوري في الملفات ديالها، وهذا هو الهدف الاساسي. هذا هو الهدف. فلوس الصواني اللي دارت عليه، علاش دارت على النوري؟ راه اي محامي بامكان ان لبنى تختار دابا نيت حاليا اتصال واحد تقول فلان كذا ما بقيتيش محامي ديالي غادي ندير محامي اخر، فهمتي؟ وصافي الصلاه على النبي. كيفاش الاستاذ النوري؟ ما الاستاذ النوري تيجمعوا عليه الناس الصواني اولا الصينيه كيديرها الرباله واي واحد باش يجمع مثلا اللبنه، جمعوا اللبنه، هي ديك الساعه تختار الاستاذ اللي بغات. وطبعا كما سمعتوا المداخله ديال الاستاذ النوري عند الرباله، قال ان الى حدود الان ما حطيتش الانابه ديالي ومازال ما تفاهمناش واش غادي نكون انا هو في الجلسات ولا ما غنكونش، واش يعني غنوب على لبنى ولا ما غنوبش. والناس اللي المتابعين ارجوكم بعض الاحيان كتكتبوا في التعاليق ولبنى ناعسه وخاصها دير وخاصها تفعل. شوفوا نقول لكم واحد القضيه، لبنى عارفه شنو كدير، راه ماشي لبنى ما قارياش، سيدي قاريه وعارفه شنو كدير. واش القانون هما هادوك الناس، هاد بانوراما وهاد الشله ديال هاد ولاد شحيبر كيستعملوا بعض الثغرات وسميتو. فلبنى كذلك تستشر، واكيد استشرات، واكيد حنا كنستشروا بدورنا، كنعرفوا مجموعه من الامور، مجموعه من الثغرات القانونيه باش نكونوا واضحين. اذا شوفوا السيده شنو كتبات، قال لك وركنا عليهم ومشات السريعه لعندو وجهها في الارض، شفتي السريعه كنسيرو كيف بغينا. دابا انتي شوفي شنو قلتي، زعما انها راه مشات كتجري عند الاستاذ النوري باش انها توكلو ينوب عليها وكذا. شكون قال لك انت ان غادي ينوب عليها؟ ياك هو قال فمو وانتي قلتيها، طلعت ديري فيديو شويه كديري فيديو متناقض، طلع قال فمو ان الى حدود الان ماشي انا اللي كنوب على لبنى، فقط كنت معها تفاهمت معها غنكون حاضر غير في التقديم، ومن بعد هي حره الى احتاجتني مرحبا، الا ما احتاجتنيش ما كاينش حتى شي مشكل. ما فهمتش واش دابا انا منين درت الصينيه مثلا وتنطلب من الناس يتعاونوا مع الشيفوره درتها باسم الاستاذ ديالها القناوي؟ واش انت مريضه ولا اش هادشي هذا؟ تتبردي على راسك. دابا انت كتستفزي لان بقى عندك لا حصري لا زمري، كتستفزي الرباله والمتتبعين باش تعرفيه، وطالقه الهماج ديالك باش تعرفيه، اي تعليق تيجيبوه لك باش تعرفي شنو واقع، ما غتعرفيش.
كتقولوا بحال دابا الكسول تيقول لك الصباح ان ما دايره لا شكايات لبنى لا والو، غير كتكذب ودارت الصواني ونصبت على المتابعين، لان نتوما بداو كيتخلوا عليكم المتابعين، بداو كيهبطوا لكم اللايفات، بداو كيهبطوا لكم المشاهدات، لان صافي استحمرتوا الناس في الملف ديال زين المحارم. القضاء حكم، ها الاستئناف ما بقى قد ما فات، غادي نشوفوا واش غادي براءه ولا كيف كتقولوا لا عاد غير تحطوا شهود جداد وكذا. كذبتوا على الناس. انت بانوراما قلتي ان عطيتي المهله اللي هي اليوم 1 اكتوبر، او لا نقولوا حنا اليوم نزيدوا لك هذا النهار، انك غتجيبي الشكايه ديال يسرى اللي من خلالها ومن خلال هذه التمثيليه اللي درتو ب يعني بالاشتراك او لا اتفقتوا مع الناموسه ودرتوا هذه التمثيليه وجمعتوا 4 المليون، وانت براسك درتي الصينيه عن طريق بوست، حيت انت ما تقدريش ديري لايف، ما تقديش انت السفل ما عندكش، مشحمه بزاف ما عندنا، كنضحكوا ضاحكين. فغادي نخليكم كذلك تشوفوا واحد الحاجه اخرى، لان بزاف الناس خايفين من النوري. غادي نقول كونوا واقعيين، انا اطمئنكم وانا عارف شنو كنقول. الشكايات الخوت الايام بيننا، غنشوفوا واش كاين الشكايات ولا ما كاينش. وانا دائما كندخل وكنهضر وكتشوفوا لان انا عندي ولكن ما نقدرش نهضر صراحه. الناس كيامنوني، وانا اي واحد كيدير فيها الثقه ديالو او الثقه اللي دار فيا بالنسبه لي ما عندهاش ثمن. فطبعا غادي نشوفوا واش لبنى دايره الشكايات، غادي نشوفوا بعض الناس كيخرجوا عينيهم طبعا اللي ما خلاهم ما داروا في هذه السيده. كذلك غادي نشوفوا يعني نتوما كتقولوا لبنى غدير غتفعل غيتخلى عليها كلشي، واش غيتخلى عليها ولا غيكونوا معها الناس؟ عاد كيتمسكوا بلبنى. الحقره اللي مارستوا عليها، الاستحمار اللي استحمرتوا الناس في زين المحارم، تتكذبوا على الناس، كتحاولوا دائما تهضروا غير على لبنى، ما تهضروش على الناموسه، حيت غتفرشوا عندكم نقط ديال الضعف. كبسوا ما عليناش، ما تضحكوش، نضحكوا شويه المتابعين في هذا الفيديو هذا. فاللي ما عارفين واش الخوت هو انه اليوم الكسول السريويلي غيطلع لينا بواحد البوست. بزاف د الناس غير كيقراو ما عارفين والو. انا غادي نشرح لكم هذا البوست وغادي تفهموه وغتعرفوا شنو كاين، باش نفهمكم شنو كاين. الخوت السيد كيتلصق على الاستاذ النوري من اجل يزرع الفتنه وعدم الثقه في الاستاذ النوري. طبعا كما قلت مازال الاستاذ كيتسالو الفلوس وما حشمش، يعني السيد حشمان يقولها ليه، هو ما حشمش باش يقول ليه اودي دابا نعطيك. يعني قبل ما تقول او لا تحذر الاستاذ تنصب عليه لبنى غير مراه مرجله عليك وراه عاطيه فلوسو كما تفاهمت معاه، في انتظار تفاهم معاه في الجلسات. والمهم ما عليناش اودي بانوراما، تفرجي في الفيديو تعرفي شنو غنقول. ما عندك ما دي مني، والله ما دي مني شي لعبه. والحمد لله ان الوصايه اللي كنت كنوجه الرباله راه وصلتها والاخوات اللي معاه، حيت نتوما حكاره كتصيفطوا الناس للحبس وبزاف د الحوايج. الخصوص الموضوع ديال سعاد بريكي الله يرحمها البارح راه شاوري لي وافهمي انت راه فاهمه، تبقاش تكذبي على الناس. والله لو لم تكن سريه البحث وكنا كنحترموا سريه البحث والله تنفرشكم، ولكن غيجي واحد النهار اللي غنحط لكم فيها كل شيء. ما عليناش. دابا غادي ندوزوا لواحد البوست حطوا لينا اسد قال لك مزيود في شهر واحد برج الاسد. شوف انا عندي جنود الخفاء هما اللي تيصيفطوا ليا وانا كنقرا هذا الشيء، ما كنتفرجش في هذا الكليخ هذا. الكليخ اللي قال لك غينصبوا عليك والصواني وكذا، وانت دير الصينيه وخلص الاستاذ فرزقو. يلا حنا مسامحينك، ما علينا. الخوت غادي تسمعوا واحد البوست وهنا غادي تفهموا مزيان هذا البوست على من كتبوه، وانا غنقول لكم بالمباشر او لا مباشره علاش كتبوه. وهذا تهديد غير مباشر للاستاذ النوري. الاستاذ النوري ما مساليش باش يقرا هذا الشيء. ما عليناش. كيف كتعرفوا التواجد ديالو البارح مع داك الاستاذ ديال هاد الشريشيره هذا، حيت هما اصدقاء وزملاء في المهنه، عادي انهم يتلاقاو وكذا. ولكن غادي نقرا لكم هذا البوست باش تفهموا. سمعوا شنو كتب الشريشيره الكسول. سمعوا: صباح الخير متابعين الزوينين، الله يفتح لكم بيبان الخير ويحل عليكم البيبان المسدوده. اولا ودي الكسول خاصك تدعي مع راسك. انت ما تتصلي الصلاه تدعي قال لك مع المتابعين، دعي غير مع راسك بعدا، قول يا ربي يا ربي تسمح لي من كل من ظلمته من رجال ونساء وشيوخ وبنات، وارزقني الحكمه والثبات
وشي الجامل فمي ما عليناش. غنعاود لكم عاد باش تدعي مع المتابعين وكذا، ما عليناش. صباح الخير متابعين الزوينين، الله يفتح لكم بيبان الخير ويحل عليكم البيبان المسدودة. يا داخل الحرب مع الكسول رد بالك. اسمع مزيان، ميساج ترانسفيري للاستاذ النوري، وبزاف الناس ما غاديش يفهموا. شتي انت مكلخ، قلت لك انت جاهل وكيبان لك راسك انت مطاور. يا داخل الحرب مع الكسول شريشيرة رد بالك، يوريولك من الربح قنطار، من الربح قنطار. اسمع، زعما الفلوس وكذا وتبع الفلوس من هنا، ويديولك راس المال في خاطر العديان، ويديولك راس المال هنا. اولا هادشي كيبين ان كاع ديك التنوفيق اللي درتي البارح ومشيتي حزرتي الاستاذ وكان معاه واحد الاستاذ قنطرتيه باش يديروا معاك واحد المقطع وكذا، كله تنوفيق، فهمتي؟ انت كتلعب على الحبلين، كتحاول انك زعما حتى الاستاذ، ومن خلال انك قلتي شحال دابا في الساعه 10 هذاك لا فيديو اللي فيه 2 دقائق سيروا تفرجوا فيه 10 غدا مع 10 غدا، تلفات بك الهضره باش تعرف راسك ما متاكدش. جالس مع تلاقيتي مع الاستاذ النوري وشاد داك الرعده وتدير شي حاجه وانت عارف فوقاش الزربه خلاتك يعني تلفتي باقي فوقاش غدير داك ما تيقتي انهم قالوا لك غير صور هذاك الفيديو. فاسمعوا شنو تيقول الاخوت، وهذا ميساج ترانسفيري بطريقه غير مباشره للاستاذ النوري. زعما يا داخل، اسمع، يا داخل الحرب، عاد داخل هو الحرب الاستاذ النوري، يا داخل الحرب مع الكسول رد بالك، اللي يوريولك من الربح قنطار ويديولك راس المال، او هو قال لك راس مالك. زعما خليك كبير وراه غتدخل معايا في كذا ومن هنا كاينين اساتذه بزاف، خصك تعرف هذه القضيه. والاساتذه ديالنا راهن الاشاره، لانهم اللي كيعجبني في الاساتذه ديالنا بحال الاستاذ النوري انساني. وانا كنعرف شنو كنقول. راه كان عندي لقاء مع الاستاذ النوري، تلاقيت معاه في يوم التقديم في مكلاس وتكلمت انا وياه واحد 2 دقائق، وكان معنا زهير فاسي سبريس. يعني كيفاش تتسولو تيجاوبك وكذا وكذا، اسئله كانت محدده، يعني واحد 2 دقائق وكذا، باش تعرفوا حنا ما كنبسوش على الناس وكنحترموا راسنا باش يكون عندنا الاحترام. ولكن باش تهدد الاستاذ بهذه الطريقه جات شويه ناقصه، يعني داكشي غير تنوفيق تاع السيد ما مخلصوش، عارف وما غاديش ينوب عليك، عارف دابا واخا تبحلس عليه تتشبع ما عندك ما غادي تصور منه، هو عارفك وارتحت وسالينا. انت كتحاول دير الفتنه، كتحاولوا انكم تعزلوا لبنى، هادشي ما غاديش يكون لكم. ولبنى انكم تتهم دابا، راه نسيتي السرباي، دابا انت كتهم الرباله كذا دارت الصينيه تحفه توتو دار كذا من هنا تزططا. انا غادي نقول لك واحد الكلمه يا ودي الكسول، لا انت لا بانوراما، اذا اقتضى الامر انا غندير الصينيه، غنديرها للبنى، نديرها القلاليش، نديرها لاي واحد، نديرها للجوكر، ما عنديش مشكل صافي. يلا تلح. المهم الخوت حاولت نوضح لكم بزاف، انا عارف من خلال العنوان بزاف الناس غيقول ليش هذا الشيء، ولكن غير باش نبين لكم. شوفوا التهديد، حاولوا تناقشوا هذا الشيء باش تعرفوا ان السيد راه داك الشيء كاع كيديروا كينافق الاستاذ والاستاذ عايق به. الصلاه على النبي. تحياتي لكم، ما غادي نزيد نشرح بزاف، نقدر نشرح هذا الشيء في شي مباشر. مع السلامه، ما تنساوش اللايكات والبارطاج. دمتم في رعايه الله وحفظه.